السلام عليكم حبيباتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم كلها بخير. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم من الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تنساونيش من لي لايك والبارطاج. وهنا البنات كنوجد معكم هاد المعلكه اولا الغريبه الغزاله اللي كتجي معلكه وزوينه ديال زمان. كتعرفوا الحلويات ديال زمان كتكون لا يعلى عليها شي حاجه، كتكون طوب. كما كتشوفوا غادي نصوبها معكم ان شاء الله. الغريبه ديال السميده والكوك. غادي نوجدها معكم ان شاء الله بالفينو. غنديرها معكم على جوج ديال شكيلات كما كتشوفوا، بالكاكاو والعاديه، وغنوجد معكم حتى يعني الشكيل اللي شفتوا معايا في الاول ما فنتش في السكر كلاصي. اللي ما تيبغي السكر وما تيبغيش الحلاوه هكا بالزايد، يمكن لك ما تفنديهاش في السكر وتزينيها غير بحبه اللوز كما زينتها انا. المهم نتوما لكم كيبقى الاختيار. شي حاجه غزاله البنات ومعلكه، والمقادير ديالها يعني ماشي شي حاجه كثيره. نبداو على بركة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هنا احتاجيت القشرة ديال الحامض البنات، وحامضة معصورة، شوية الملحة. هنا عندي في هذا الكاس العريض كوك، وهنا عندي كاس ديال السنيدة، عندي شاصية ديال الكاكاو حتى الجوج، عندي فانيا، وعندي جوج خمارات. وهنا عندي 4 الحبات ديال البيض. صافي، وغادي نحتاج واحد كاس تاع السميده رقيقه تاع الحلوى، وما تبقى غادي نديرو فينو. هنا غادي ندير واحد المعلقه ديال المربى ديال الخوخ اولا المشماش اللي عندكم. وهنا كنحتاجو السكر كلاصي، ضروري السكر كلاصي سبيسيال اللي ما يتحرقش معنا البنات، لانها غادي نديروها في الفران. كتعرفوا السكر كلاصي الا ما كان سبيسيال كيتحرق معنا في الفران. صافي، هنايا كما شتو غندير الحبات البيض 4. كتجي حلوه غزاله البنات ومعلكه، وراكم كتشوف تعرفوا هاد الحلوه يعني راه ضروري منها عندنا. ما يمكنش ولو يكون عرس او اي مناسبه، واخا يكونوا الحلويات ديال اللوز والحلويات الواعرين ضروري تلقايها هي مغطاه، هي الاولى في البلاطو او لا في التبسيط ديال الحلوه، ضروري تسيبيها مغطاه، يعني ضروري منها. هاد الحلويات الحق المغربيه يعني القديمه ديال الزمان ضروري تلقايها، سوا الغريبه البهله، سوا هاد المعلكه ديال السميده، سوا ديال الكاوكاو. المهم ضروري تلقايها مغطاه هي الاولى، الا ما كانش كتكون شي حاجه ناقصه. هنا البنات من بعد ما طربت البيض مع ديك السكر، الفانيا، قشورة الحامض، انا زدت دابا هنا عصير الحامض، العصير ديال الحامضه، يعني تقريبا راكم شفتوا ماشي نص كاس، غير ربع كاس تاع الزيت. وهنا تقريبا واحد المعلقه كبيره تاع المربى، هي كتعطي ديك التعليكه. صافي، هنا كنحرك داك الخليط هنا مزيان، وغادي نزيد الكوك. هنا راه البنات انا درت كاس، يمكن لكم تمشيو حتى لكاس ونص، راه ماشي مشكل. الكاس داك الكوك حاولي تجيبوه داك المزيت، واخا في الصراحه ما بقاش، انا عيت ما نقلب داك المزيت ما بقاش في السوق، ولا الاغلبيه غير داك الناشف. هنا درت 2 خمارات، ودرت واحد المعلقه ديال الكريم باتيسير. علاش البنات؟ هانتوما هي عطاتني اللون على حسب هاد اللوين الصفيفر. حيت ما تصابش عندي داك الروح تاع الحامض، داك لاغوم تاع الحامض الا تصاب عندكم كيعطيكم النسمه الحامض مجهده، باننا ندير الحامض، وكيعطيكم اللوين. على حسب الذوق ديالكم. انا ما تصابش فدرت كريم باتيسير حتى هي راه مزيانه. هنا درت كاس ديال السميده الرقيقه تاع الحلوى، وما تبقى راه كندير فيه فينو كما كتشوفوا هانتوما. يعني حسبوا الكيسان شحال من كاس درت هنايا، غادي ديروا نفس القياس اللي درت. هانتوما البنات نفس الكيسان اللي درت غادي ديروهم. وانتم راكم كتخلطوا كتردوا البال. هذه راه يعني ماشي مشكل واخا دلكيها. هانتوما شوفوا كيفاش كندلكها انا راه سرعت الفيديو، ولكن خليته يعني ما قطعتش منه لحقاش ما بغيتش يجي طويل باش ما يجيكمش ممل، ولكن راه سرعته على حسب باش ما يجيكمش ممل وصافي، لان غيجيكم طويل بزاف. اما راه واخا دلكيها حيت الكوك والسميده داك الفينو كيبغيو يدلكوا، لانه هما اصلا تيشربوا. يعني انت ما خصكش تخليها جاريه، وما خصكش تنشفيها عاود، لان هي مازال قد ما بقات قد ما كتزيد تنشف. قد ما بقات في فوق البوطاجي يعني. فراها كتزيد تنشف. انا هنا البنات قسمتها على جوج، كما قلت لكم النص غنديرو بالكاكاو،
والنص غنخليه هكاك. هنايا انا درت واحد الشاسيه، ولكن الشاسيه كتعطيني ما غاداش تعطيني اللون اللي بغيت. بغيتو تخليوها نتوما هكا، بغيتو اللون يجيكم مجهد، زيدوا بحالي انا واحد شويه، واحد المعلقه صغيره ديال الكاكاو ديال العبار. هذاك الكاكاو ديال العبار تيكون داك تيكون فيه اللون. بالنسبه ديال الشاسيه تيكون فيه المذاق ديال الكاكاو زوين، ولكن اللون تيكون ناقص. فعلى حسب الذوق ديالكم يمكن لكم ديروا جوج ديال الشاسيات، ولا تزيدوا معلقه صغيره من الكاكاو ديال العبار. صافي هنا كندلكها، ما تخافوش في الدليكه البنات، راه ماشي بحال الحلوى الاخرى، هي واخا دلكيها مزيان بالعكس كتبغي قد ما دلكتيها قد ما كترطب وكتشرب معاك ديك السميده وداك الفينو. يعني كيبغيو هما تيبغيو السوائل باش يعني السوائل باش يشربوا. هذا علاش قلت لكم ما تنشفوهاش، يعني حاولي تخليها شويه بين وبين. ولا تبعوا القياس اللي درت. هنا خديت السكر كلاصي، كما قلت لكم السكر كلاصي ضروري يكون سبيسيال باش ما يتحرقش معاك، ضروري نغربلوه، واخا تكون هكا في الباكيه ضروري نغربلوه. صافي. وهنا كندير شويه ديال المزهر، الا عندك، ما عندكش ديري غير الماء باش نحربلو هاد الحلوى. هنا كنحربلو، القياس راه كديروا على حسب الذوق ديالكم، ولكن صراحة القياس ديالها الزوين هو الموين. الغريبة كتبغي تكون قياس ديالها موين، ما تكونش ديك الكبيرة، لأن ديك الكبيرة كيديروها اللي تيبغيو يبيعوا الحبة، وما تكونش ديك الصغيرة عاوتاني ما كتجيش زوينة في الشوفة يعني الحبة ديال زمان اللي كانوا كيديرون الناس زمان، جداواتنا ماواتنا، يعني حبة اللي كتعمر لك العين وكتكون هي هذيك. صافي كنمرمدها في السكر كلاصي، كان نضغط عليها واحد شويه، غير شويه بهكا بصبعي، وصافي كنحطها. من بعد ما كنكون درت واحد الكاغيط، ضروري كديروا بابي كويسو هنايا، ضروري ديروا كاغيط على اللاطه، لانها السكر كلاسيك الا ما كانش الكاغيط يقدر يتحرق معاك وتلصق معاك الحلوى. فمن الاحسن ديري تفاداي وديري هكا. صافي غنكملها معاكم وغنبدا معاكم الاخرى. سمحوا لي ما عرفتش شحال شي حاجه وحشه ليا. انا كنخلط البنات البيضه مع القهويه باش ديك البيضه كتعطيني اللون ونعرفها واش طابت ولا لا، لانها ملي كديري هاد الحلويات هكا ديال اللي كيكونوا بالشكلاط كحلين، فما كيبانش لك الحلوى، ما كتعرفيها واش طابت ولا ما طابتش، على حسب. خصوصا انا غادي ندير فران تاع الغاز، يعني ما غاديش نقدر نقول لكم غنعرف الجهد ديال السخونيه والعبار، وهذا كيبغي داك اللي كتكوني حافظه ليها الوقت ديالها والحراره. فكتكوني عندك فران ديال الضوء، الفران اللي عندي انا ديال الضوء صغير، ماشي كبير، يعني ما باش نبقى نطيب فيه الحلوى. كنطيبها غير في الفران تاع الغاز. من بعد ما كنكملها كامله كما غتشوفوا، غندير نص من هوك ونص من هوك، غنديرها في الفران، كيكون الفران مشعلاه. من بعد ما كنديرها كنقص البوطه وكنديرها من التحت. البوطه العافيه كتكون فوق منها، غير نبقاو رادين معاها البال، يعني نبقى وحدها، غير كتشقق كامله من الفوق، وكنطلعها تاني عاود الفوق ونخليها طيب على عافيه مهيله. ديما العافيه تكون مهيله ما ناقصه، وما نخليوهاش طيب بزاف، غير بدات تاخذ اللوين تبدا تحمر. صافي نحيدوها، لان الا خليناها مده طويله غتنشف معانا وتجي ناشفه. هذه هي لاطه الاخر، داكشي اللي بقى عندي الاخر. ها نتوما درتو معكم الشكل اللي قلت لكم، يعني كتزينوه غير بلوزه الا ما كتبغيوش السكر بالزايد. وها نتوما كيفاش كتجي، راها كتجي معلكه ورطبه كما قلت لكم، غير ما تنشفوهاش في الطياب، ما تفوتوش لا الطياب، غير الطيب تبان لكم خدات هذا اللوين. الله يجعل البركه. الا فوتولا في الطياب غادي تجيكم ناشفه وتجي قاصحه. حنا حاجتنا بهاد المعلكه والحلوات الغريبه، راه كتجي هكا غزاله وكتجي رطبه، كتضغطي عليها كتفرتت في يدك. كما الا عضيتيها كتفرتت كتجي غزاله. فكنتمنى الفيديو الا عجبكم وصلتوا حتى لهنا وعجبكم الفيديو، عجبتكم الوصفه، ما تنساونيش من لي لايك والبارطاج، ونتلاقى معكم ان شاء الله باذن الله في فيديو اخر.